ايه هي الرسالة الحقيقية اللي الشخص اللي في بالك عايز يبعتها لك؟ انا محمد ايهاب. لو بتشوفني لاول مرة متنساش اكيد تشترك في القناة وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد باذن الله من الفيديوهات، وشير عشان الفيديو يثبت على المنصة واكبر عدد يشوف الفيديو ان شاء الله، واخد طبعا الطاقة بتاعتك معايا. كمان لو حابب انك تحجز قراءة خاصة تقدر طبعا تتواصل معايا على الواتساب على الارقام اللي هسيبها لك تحت في الديسكربشن بوكس او صندوق الوصف. تواصل معايا واعرف الاسعار حلوة جدا، واي حد يقدر باذن الله انه يعملها ان شاء الله. بس ممنوع الاتصالات الهاتفية. طبعا تقدر انك تتواصل معايا في اي وقت، ولكن شات فقط، ولكن ممنوع اي اتصال هاتفي والا سوف تحظر. يلا كده تعالى بقى نشوف الرسالة الحقيقية بأول حرف من اسم الشخص ده. تعالى كده نعرف بإذن الله ايه هي الرسالة الحقيقية اللي الشخص ده عايز يبعتها لك في الوقت الحالي. كمان لو حابين تنتسبوا للقناة هتلاقي كل شيء موجود في الديسكريبشن بوكس، طرق الانتساب، وكمان هسيب لك فيديو مخصص للانتساب تقدر طبعا انك تعرف فيه الاسعار وخطوات الانتساب ازاي ان شاء الله. هي رسالة الشخص ده ليك في الوقت الحالي. اول حاجة بالنسبة لرسالة الشخص ده ليك في الوقت الحالي، فاللي بشوفه هنا ان الشخص ده بيقول لك انا بحاول اني اعندك. طبعا انا هتكلم بلسان الشخص ده، فانت طبعا وجه القراءة في سكة حياتك، سواء بقى القراءة هنا متاحة لجميع العلاقات، سواء كراش، منفصلين، مرتبطين، اون واوف، مع بعض مش مع بعض. القراءة دي تشمل كل صاحبك مثلا، اي حاجة، بس انت وجه طبعا القراءة دي في سكة حياتك. بالنسبة لأول حاجة الشخص ده بيقولها لك، فالشخص ده بيقول لك أنا بعندك جدا عشان عشان ما بينلكش إن أنا ضعيف، أو عشان ما بينش إنك أنت اللي هتكسبني. غير كده كمان برضو الشخص ده بيقول لك إن أنا بحاول دلوقتي أتوازن، أو بحاول إني أعمل شفاء في الوقت الحالي داخلي. الشخص ده برضو بيقول لك ان انا دلوقتي بحاول ابقى غامض عشان احيرك، او عشان ابان دايما ان حواليا علامات استفهام، او دايما يبقى عندك فضول تجاهي وتبقى دايما عايز تعرف ايه اللي بيحصل عندي وايه اللي موجود. الشخص ده برضو بيقول لك انا عندي على فكرة شغف اتجاهك جدا. يعني ايه شغف؟ يعني الشخص ده عنده اتجاهك رغبة في معرفة انت بتفكر في ايه، شايفه ازاي، عايز يقابلك، عايز يكلمك، عايز يتعرف عليك اكتر، عايز يشوفك. ولكن الشخص ده بيقول لك أنا باحاول دايمًا أمنع قلبي وعقلي من التفكير فيك، ومن دايمًا إن ما يبقى عندي مشاعر تجاهك، لأن الشخص ده بيقول لك أنا في الوقت الحالي مش جاهز للارتباط، أو مش جاهز إني أعمل أي خطوة اتجاهك، لإني آآ عندي طرف تالت، أو ممكن يكون عندي مسؤوليات تانية، أو أنا مشغول في الشغل، أو خايف من الرفض اتجاهك. يعني هو الشخص ده بيقولك إن هو خايف من الرفض منك، أو ممكن يكون عنده طرف تالت، أو عنده شيء ممكن بيمنعه مثلا من الارتباط بيك، سواء بقى أنت اللي عندك الطرف أو هو اللي عنده، أو في عوائق ما في العلاقة دي. ده هو بيوصلهولك على فكرة من خلال الكروت اللي نازلة معانا. برضو الكلام اللي الشخص ده عايز يقوله لك في الوقت الحالي، بيقول لك ممكن يكون في الوقت الحالي العلاقة فيها مشاكل، أو ممكن يكون في سوء تفاهم في الوقت الحالي ما بينك وما بيني، أو الوقت طال ما بينك وما بيني في الاعتراف أو عدم التصريح بالحب. بيقول لك في الوقت الحالي أنا بحاول إني أتوازن، أو بحاول إني ألاقي طريقة أو ألاقي فرصة عشان نتجمع مرة تانية، أو نلاقي طريقة أو حل للعلاقة ما بينك وما بيني، أو ألاقي طريقة أعترف لك بيها. وطبعا الطريقة دي ما تكونش مخلية في إحراج ما بيني وما بينك، على الأقل لو أنت رفضتني. فدي طبعا كانت رسائل الشخص ده بالطرق اتجاهك. تعالى كده هناخد الرسائل بتاعته طبعا بالاسترسال بقى، والرسائل اللي جاية من عقله الباطن. الشخص ده بيقول لك أنا بدعي في كل صلاة إنك تقرب ونرجع سوا تاني.
دي أول رسالة نازلة لك. تاني رسالة، الشخص ده بيقولك نفسي يجمعنا مكان لوحدنا. الرسالة التالتة، الشخص ده بيقولك أنا حسمت قراري اتجاهك. هنوضح طبعا كل الرسائل. الشخص ده بيقولك انت احلى وقت قضيته في حياتي، اتمنى ان تجمعنا مرة اخرى الدنيا. الشخص ده برضو على فكرة بيقولك يعني كان ظاهر برضو هنا معانا في الكوين اوف وندس، ان هو بيقولك زي انا عارف ان انا مغرور عليك، او عارف ان انا بحاول استفزك، او بحاول مثلا اني اعمل اشياء ممكن تكون بتعصبك مني، ولكن على فكرة الشخص ده بيقولك ان كل ده غصب عنه، او كل ده غصب عني. الطريقة اللي انا مثلا صديتك بيها، او الطريقة اللي انا بكلمك بيها، او على الاقل بتحصل ما بينك وما بيني، يعني هو الشخص ده بيشوف ان هي الطريقة دي بتبقى غير مقصودة، او هو فعلا بيعمل الشيء ده وهو غصب عنه، او ما بيبقاش عارف هو بيتصرف ازاي. هو بيعرف كل ده بعد ما بيتعامل، او بعد ما بيحصل المواجهة ما بينك وما بينه. هنوضح طبعا بقى الرسائل اللي نازله معانا هنا. الشخص ده اول رساله كان بيقولك بدعي في كل صلاه انك تقرب ونرجع سوا تاني. الشخص ده على فكره لو في صلاه او في اي حاجه مثلا، او بيدعي ربنا انكم تقربوا تاني لبعض، وانكم ترجعوا تاني مع بعض مره اخرى. الشخص ده على فكرة من الرسائل طبعا اللي نازله لنا، من الأربع رسائل الاسترسال دول نازلين لنا، بيقول لك إن الشخص ده على فكرة كل رسائله واحدة، اللي هو أتمنى وعنده دايما أمنيات إنكم ترجعوا تاني تتجمعوا مع بعض، أو يبقى في لم شمل ما بينك وما بينه تاني. والأربع رسائل على فكرة بتقول نفس الكلام، يعني انتوا لو ملاحظين أول رسالة بتقول لك بدأ إنك تقرب، تاني رسالة بيقول لك نفسي يجمعنا مكان لوحدنا، وكلها أمنيات على فكرة، يعني كلها أمنية عند الشخص ده إن هو يرجع فعلا، وإنكم تقربوا من بعض، ويبقى في ود وتواصل ما بينك وما بينه. الشخص ده بيقول لك انا حسمت قراري اتجاهك، ودي كانت رساله محيره شويه في ايه، ان الشخص ده، طب هناخد لها توضيح من التارو. هي الرساله الاخيره كان الشخص ده بيقول لك انت احلى وقت قضيته في حياتي، ان تجمعنا، اتمنى ان تجمعنا الدنيا مره اخرى، ولكن حسمت قراري اتجاهك. هو حسم قرار اتجاهك في ايه بالظبط؟ الشخص ده على فكرة حسم قرار اتجاهك ان هو بيحبك، او الشخص ده حسم طلع كارت الهرمت، فالشخص ده حسم قرار اتجاهك ان هو بيحبك، او ان هو فعلا مش قادر ان هو يستغنى عنك، او مش قادر طبعا ان هو يبعد. ومهما ينكر ده على فكرة، فهو ما بينه وما بين نفسه، لقيت طاقة الهرمت دي طاقة عزلة شوية، فبينه وما بين نفسه مش قادر ان هو ينكر فعلا ان هو بيحبك، او مش قادر ينكر الشخص ده ان هو فعلا عنده طاقة رومانسية اتجاهك، وطاقة فعلا حب اتجاهك، ولكن هو مش قادر ينكر ده. يعني هو كان الأول ممكن يكون بينكر أو بيصد أو بيعمل كل ده، ولكن في الوقت الحالي هو بيقول لك خلاص أنا حسمت قراري اتجاهك، وأنا فعلا في الوقت الحالي بحبك. تعالى كده كده طبعا رسائل الشاذة والكلام اللي هو عايز يقوله لك طبعا قلناه كله. اتمنى طبعا القراءه كانت تكون انطبقت على الجميع. اشوفكم ان شاء الله على خير. ننتقل لاصحاب المجموعه الثانيه، هنقول طاقات الابراج اللي ظهرت معانا. ظاهر معايا برج العقرب، برج الجوزاء، برج القوس، وظاهر معايا برج الدلو والحوت. دي بس الطاقات الابراج اللي ظهرت معانا. اتمنى لكم اكيد التوفيق والخير يا رب. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. يلا ننتقل لاصحاب المجموعه الثانيه. اصحاب المجموعه الثانيه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده تعالى نشوف من اول كلام اللي هو عايز يقوله لك. Ten of Swords. متنسوش اكيد الاشتراك في القناه وشير عشان الفيديو يثبت على المنصه. وكمان لو حابين تحجزوا قراءة خاصة تقدروا طبعا تواصلوا معايا على الأرقام اللي هسيبها لك تحت الديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. تواصل معايا ورا في الأسعار حلوة جدا، وأي حد يقدر بإذن الله إنه يعمل القراية، بس ممنوع الاتصالات الهاتفية.
انا حاسس ان في كارت ناقص، وانا برضه بقول في حاجه غلط. هو الكارت نزل لوحده يعني انتوا على فكره مجموعه الكروت نازله لوحدها وبتقول كلام غريب شويه. يعني هي الشخص ده انت اكيد هتفهمه انا بقول لي كده، بس في حاجه ناقصه هنا في القراءه. هي كان الكارت ده نزل، سبحان الله. تمام. الشخص ده اول حاجة عايز يقولك على فكرة ان هو حاسس بيك جدا، وحاسس انك بقى عندك ملل منه، او حاسس انك بقيت خلاص جبت اخرك، او ما بقيتش مستحمله تاني، وخلاص مثلا بدأت انك تشوف حياتك، او خلاص يعني انت فاض بيك منه. وهو عارف كده على فكرة، هو بيقولك انا حاسس بيك، او انا حاسس فعلا انك بقيت حاسس ان بقى في ملل في العلاقة، حاسس ان مفيش تجديد فيها. بقيت بشوفك دلوقتي انك شخصية عايز تمشي، زهقت مني، مش حاببني او اي ما شابه، مع اني انا بحبك، ومع اني انا مفتقدك جدا في الوقت الحالي. انت على فكرة مش عارف ايه اللي بيجرالي في الوقت الحالي، او مش عارف ايه اللي بيحصل لي. انا ممكن اكون في الوقت الحالي بمر بأزمة، وانت ما تعرفش ايه اللي بمر بيه في الوقت الحالي. ممكن يكون عليا مسؤوليات، او ممكن يكون عليا ضغوطات، او حاجات ممكن انا ما بحبش اني ابينها، او ما بحبش اني اوضحها. برضو على فكرة الشخص ده بيقولك ان هو طريقة تعامله معاك دي بتبقى غصب عنه، نتيجة لرسميات او نتيجة لوضع هو ما ينفعش ان هو يتخطاه. ممكن يكون في ما بينك وما بين الشخص ده اشياء مثلا، او حدود، او العلاقة رسمية قوي ما ينفعش ان الشخص ده يتخطاها، او ما ينفعش ان الشخص ده يتعدى حدوده. فعشان كده لازم ان هو يتعامل معاك معاملة رسمية، وهو عارف على فكرة ان ده بيزعلك، او عارف ان ده بيضايقك. ولكن على فكرة اللي الشخص ده عايز يوصله لك في الفور اوف فند اللي نزلت لنا صدفة، ان الشخص ده فعلا بيحبك، والشخص ده فعلا بيقول لك في الرسائل بتاعته اللي نازلنا من التارو ان فعلا عنده مشاعر رومانسية تجاهك، وهو مفتقدك فعلا في الوقت الحالي الشخص ده. وفعلا على فكرة الشخص ده عنده مشاعر رومانسية تجاهك، وبيحبك من قلبه بجد. ممكن يكون هو فعلا بيوضح عكس كده، بيوضح كمان على فكرة ان هو واضح ان العلاقة معقدة. والشخص ده برضو بيقولك ان العلاقة معقدة ما بيننا، او في مشاكل كتيرة، او في تراكمات نفسية حصلت ما بينك وما بيني. فلازم ان احنا نتصافى، او لازم يحصل فيه ما بيننا عتاب قوي، وانا خايف من العتاب ده، لان العتاب ده مش هيكون في صالحي، لاني انا اللي طولت، وانا اللي عملت كل ده، وانا اللي كنت سبب المشاكل، او سبب الروتين اللي احنا بقينا فيه في الوقت الحالي في العلاقة. فدي طبعا الرسائل بتاعة الشخص ده اللي هو حابب يبعتها لك في الوقت الحالي بالاسترسال عن طريق عقل الباطن من كروت التارو. تعالوا ناخد لها طبعا ده من الرسائل من عقل الباطن تاني. الشخص ده بيقولك أنا عايز فرصة جديدة منك، سامحني. تاني رسالة، الشخص ده بيقولك بحبك وفخور بيك. الرسالة التالتة، الشخص ده بيقولك لازم أبعد عشان أفهم إيه اللي بيحصل ما بيننا. الرسالة الرابعة، الشخص ده بيقولك بحبك بدون تفكير. وده بيأكد لنا على فكرة، انت نازل لك مرتين بحبك، ودي تأكيد فعلا على الشخص ده بيحبك. ممكن يكون الشخص ده يا ما اعترفش، يا الشخص ده اصلا آم، بيعمل حاجات مبهمة، حاجات انت عامة ممكن ما تكونش فاهمها، او ما تكونش عارف الشخص ده بيبقى نيته ايه. فهو بيأكد لك على فكرة الموضوع ده، بيقول لك انا فعلا بحبك وفخور بيك، وبحبك فعلا بدون تفكير. او ممكن يكون مفيش تأكيد ما بينك وما بين على الموضوع ده. هنشرح طبعا بقى رسائل بيقول لك انا عايز فرصه جديده منك، سامحني. لان الشخص ده حاسس ان هو ضيع وقت، او حاسس ان العلاقه بقى فيها ملل، او بقى فيها في الوقت الحالي تحفظ على المشاعر، كل واحد مش عايز يبين للتاني مشاعره عامله ازاي. فالشخص ده بيقول لك انا عايز فرصه جديده منك، وسامحني فعلا على اللي انا عملته، او سامحني على الاشياء اللي الشخص ده صدرت منه او عملها اتجاهك. الشخص ده في الكارت التاني بيقول لك بحبك وفخور بيك. هو فعلا معجب بيك على فكره، وفخور بيك جدا. ممكن تكون كمان انت شخصيه ناجحه، او شخصيه على الأقل بتستحمله، فهو فخور بيك طبعا على هذا الأساس يعني. الشخص ده بيقول لك لازم ابعد عشان افهم ايه اللي بيحصل ما بيننا. فهو ممكن على فكره الشخص ده لما بيقرب، او لما مثلا بيبقى الوضع بالنسبه له مبهم، لازم بيبعد على فكره الشخص ده عشان يدرس، او عشان يقيم العلاقه ديت هي رايحه لفين، او العلاقه دي هي ايه اللي بتمر بيه في الوقت الحالي. فعشان كده الشخص ده بيقول لك انا لازم ابعد دلوقتي عشان افهم ايه اللي بيحصل ما بيننا، او هو ممكن يكون اصلا اوريدي باعد، او مش متواجد معاك. فهو الشخص ده في الوقت الحالي بعيد عشان يفهم ايه اللي بيحصل، ويفهم ازاي يرجع، او ازاي ايه اللي المفروض يتصرف فيه في الوقت الحالي.
الكارت الرابع والأخير، الشخص ده بيقول لك باحبك بدون تفكير، يعني هو فعلًا بيحبك على فكرة من غير ما يفكر الشخص ده. فدي طبعًا كانت رسايل الشخص ده بالاسترسال اتجاهك في الوقت الحالي، أتمنى طبعًا إنها انطبقت عليك وقدرت طبعًا إنك تستفاد بإذن الله من القراءة. هنقول طاقات والأبراج اللي ظهرت معانا، ظهر معايا برج الميزان، برج الحمل، والحمل متكرر معايا مرتين، ظهر معايا الميزان برضه متكرر مرتين، والدلو والجدي والعقرب، ظهر معايا الحمل برضه كتير، والأسد برضه ظهر معايا الأبراج النارية والهوائية، دول أكتر الأبراج اللي ظاهرة معايا، قلنا الدلو باين. بس دي طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا، أتمنى لكم أكيد التوفيق والخير، يا رب ما تشترطش أكيد بالأبراج، أهم حاجة الطاقة تكون مضبوطة ورسايل منطبقة عليك. أشوفك إن شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم محمد إيهاب، بالتوفيق ليكم جميعًا، ما تنساش أكيد الاشتراك في القناة واللايك والسبسكرايب والشير عشان الفيديو يثبت على المنصة، ولو حابب أكيد تنورنا في جميع صفحاتنا على السوشيال ميديا هتلاقي كل الروابط موجودة في صندوق الوصف، ما تنساش أكيد تنتسب للقناة وتشوف الفيديوهات اللي موجودة في علامة الآي أو هتلاقيها موجودة في الوصف تحت. أشوفك على خير، وكل سنة وكل حضراتكم بألف خير وطيبين.